ماشي اي واحد كيتخيل انه يقدر يبات في دارو ويفيق الصباح يلقى حياته قلبات فوق تحت. هنا غادي نشارك معاكم قصه وحده اللي نهارها بدا كيف العاده، ولكن سار بطريقه ما غاديش تنساوها ابدا. نهار كان بارد والضباب مغطي الزنقه كامله. انا راجعه من الخدمه شويه عيانه، وصلت للدار، فتحت الباب ولقيت ريحه غريبه، ماشي ريحه طياب، ماشي ريحه وسخ، ريحه بحال ديال الارض المبلله ولكن مخلوطه بشي حاجه ما عرفتهاش. مشيت للصالون، شعلت الضوء، الكرسي اللي ديما كان وسط البيت لقيته مقلوب، وسط الارض كاين ورقه مكتوب فيها بخط ما كنعرفوش: كنت هنا وراجع. قلبي بدا كيدق بزاف. خرجت نشوف الكوزينه، الكل منظم، ما كاين حتى حاجه ناقصه، غير واحد الكاس في الرخامه فيه الماء كان باقي كيسخن وبخار طالع منه بحال شي حد كان جوا ماشي. طلعت للفوق الغرف، كل شيء بحال ما خليته، غير غرفتي انا لقيت الدولاب محلول والحدايدات ديال الحوايج مقطعين، وكاين واحد التصويره مطبوعه، صورتي انا وانا نايمه في بلاصتي في السرير، لكن هاد التصويره ما عمري شفتها وماشي انا اللي صورتها، والزاويه اللي متصوره منها ما كاين حتى حد يقدر يوصل لها الا كان فوق راسي. اتصلت بالبوليس، قلبوا الدار كلها، ما لقاو حتى حاجه، حتى البصمات ما كايناش، غير الورقه والتصويره. ومن داك النهار ما بقيتش كنقدر نعس في الليل، لان كل ما نسد عيني كنحس كاين شي حد واقف حدا سريري كيتفرج وكيتسنى اللحظه باش يكتب الورقه الثانيه.